يحكى أن مجموعة من تجار بغداد من الأثرياء قرروا يحجون في سنة من السنوات، يقال إنها في سنة 450 للهجرة، في هذا الحدود. قرروا أنهم يحجون، ضبطوا أمورهم وجهزوا وضعهم، بس كان ناقصهم طباخ ماهر يخدمهم في رحلة الحج هذه. يأخذونه معهم مثل ما نقول محفول مكفول، يحججونه معهم، يتكفلون بمصاريفه ومصاريف أكله وشربه وإقامته، على إنه يخدمهم ويطبخ لهم في الطريق ويطبخ لهم في مكة. وقع اختيارهم على رجل طباخ مسكين وده يحج، وجته الفرصة، وفعلا نسقوا معه وخذوه معهم. اطلعوا من بغداد واتجهوا في طريقهم للحج، طريق الحج من بغداد. وأثناء الطريق تعرفون كانوا يوقفون يرتاحون، يطبخ لهم هذا الرجل يخدمهم، ثم يرجعون ينطلقون. طبعا معهم حماية، تعرفون القوافل في ذاك الوقت لابد يكون معهم حماية من اللصوص. وصلوا الجماعة لمكة، ويوم وصلوا لمكة استأجروا لهم دار في مكة، والدار كما تعلمون فيها هالغرف وهالخدمات. سكنوها وحددوا غرفة من الغرف، وقالوا للطباخ هذه الغرفة تطبخ لنا فيها ونومك يكون فيها. وفعلا جلسوا الجماعة وكانوا يؤدون مناسكهم في الحج، وكان هذا الرجل يطبخ لهم وينفخ لهم. في يوم من الأيام حاط الهاون هو على أرض الغرفة، الهاون المدق اللي يدقون فيه الحبوب ويدقون فيه الأشياء اللي يبغون ينعمونها. فحط الهاون وبدأ يضرب على الهاون، فحس بتطبيل تحت الهاون كأنه في شيء. وخر الهاون، حفر حفر حفر، وإذا بصندوق. طلع الصندوق وافتحه، وإذا فيه ذهب، ذهب أحمر خالص. فرح الرجال، غنيمة، حصل له ذهب. أخذ الصندوق حطه مع أغراضه ورجع، ردم الحفرة هذه ورجع يطبخ وينفخ، لكن هالمرة بنفسية عالية ومعنويات مرتفعة. لاقي ذهب الرجال. اللي حصل أنهوا مناسك الحج، ثم قرروا هذول التجار الأثرياء أنهم يرجعون، ورجع معهم الطباخ. تعرفون الطباخ عنده ناقته اللي يركب عليها، رحوله اللي يركب عليها، فحاطن عليها الهدايا اللي شراها من مكة، وحاطن عليها هالصندوق هذا مخبيه. احنا نقول بلهجتنا النجدية لافزن الصندوق. والجماعة يمشون، والرجال هذا هايم في مشاريعه اللي يفكر فيها انه يبي يصير تاجر ويبي يصير ثري ويبي يصير غني. يوم أقبلوا على العراق انزلوا الجماعة يريحون وياكلون. نزل الطباخ، نزل أغراضه مواعينه وبدأ يطبخ. أثناء ما هو يطبخ اجفلت ناقته وانحاشت، هربت باللي على ظهرها. الرجال يوم شافها هربت استنفر الجماعة، وبدأوا الجماعة يطاردون معه هالناقة. الناقة أبعدت عنهم ولا عاد شافوها. قالوا له خلاص راحت الناقة، ما نقدر نلحقها أكثر من كذا، ما عاد نشوفها، وحنا ناس منهكين وجايين من حج ونبي نروح لأهلنا. وأما ناقتك هذه فأبشر بالخير، نشتري لك غيرها. هم تجار، قالوا نشتري لك غيرها. قال يا جماعة ما هي بالمسألة تشتروا لي ناقة عليها أغراض وهدايا نفيسة. قالوا الهدايا نعوضك عنها ونعطيك ولا يضيق صدرك. الرجال كان يبكي، كان متضايق، أحلام عمره راحت، ذهب راح. المهم مشوا الجماعة بدون ما يلقون الناقة ورجعوا لبغداد. عدت الأيام. من السنة الجاية قرروا أثرياء ثانيين يحجون، فأشاروا عليهم هذولا، قالوا لهم خذوا الطباخ فلان معكم، والله يا هو ممتاز ويا طبخه زين ويا خدمته ممتازة. عرضوا على الطباخ ذا وقالوا له تخاوينا، محفول مكفول للحج ونبي نعطيك وبندس مشاربك مثل ما يقول. قال تم معكم.
فطلع معهم. يوم طلعوا على حدود العراق وقفوا يرتاحون في نفس المكان اللي فقد فيه الناقة، وقفوا يرتاحون. فراح هذا الطباخ يقضي حاجته وتذكر المكان، قالوا هذا المكان اللي فقد فيه الناقة، وتبخرت الأحلام والذهب راح. ثم راح يقضي حاجته. يوم قضى حاجته وهو راجع وإذا شاف بير قديم، فطل في البير فشاف شيء يلمع تحت على نور الشمس، فقال يلمع معدن، ممكن يكون ذهب، ممكن يكون فضة، خلنا ننزل له. نزل الرجال. يوم نزل لقى الناقة هذه ميتة متحللة وطالعين عظامها، ووجد متاعه، وجد أغراضه اللي كان فاقدها. فتش لقى الصندوق، أخذ الصندوق وأخذ الأغراض، ورجعت له الأمنيات الجميلة، رجع له الطموح. أخذ الصندوق وخباه ورجع للجماعة وخبى الصندوق في ناقته مع أغراضه، ثم انطلقت القافلة إلى مكة. يوم وصلوا مكة راحوا واستأجروا نفس الدار اللي سكنوها الأثرياء اللي قبلهم، وأخذ هو نفس الغرفة علشان ينام فيها ويطبخ فيها. يوم جلس في هالغرفة قال خل أرجع الصندوق مكانه، ولجينا نمشي آخذه علشان ما حد ينتبه له. وفعلا حفر في نفس المكان ورجع الصندوق وطم عليه، وبدأ يطبخ وينفخ في الغرفة ذي، وهو كل ما تذكر الذهب ارتفعت معنوياته. خلصوا الحج وانتهوا، وتفاجأ وهم بيمشون بصاحب البيت يجي ويستأذن منهم ويقول لهم يا جماعة الخير لو سمحتوا لي حاجة في البيت ودي أخذها. قالوا له تفضل. دخل للبيت لين وصل لغرفة الطباخ اللي يسكن فيها الطباخ، والطباخ واقف يناظره. قام الرجال يحفر أنت يا صاحب البيت، يحفر لين طلع الصندوق. هذا واقف الطباخ بينجن. طلع الرجال الصندوق، قال له الطباخ يا أخي وش هذا اللي انت طلعت؟ قال هذا ذهب اللي أنا دافنه في بيتي ذا من سنين، والحين احتجته وطلعته. فقال له الطباخ تدري أنت أن صندوقك هذا الذهب ذا وصل إلى حدود العراق ورجع؟ قال يا أخي اسمع. قال نعم. قال والله لو طاف الأرض كلها إنه بإذن الله يرجع لي. قالوا ليه؟ قال لأني أؤدي زكاته كل سنة من يوم دفنته، ومستودعه رب العالمين اللي ما تضيع ودائعه، فأنا بذلت سببي، والله سبحانه وتعالى خير حافظا، والله لو طاف الأرض كلها ما يروح مالي الحلال. وفعلا أخذ الرجال ماله ورجع هذا الطباخ بالخيبة ثاني مرة. يا جماعة الخير اللي عند الله ما يضيع. ولو أخذ في الدنيا، هذه لازم تحطونها في بالكم، ولو ابتلاك رب العالمين وأخذ منكم في الدنيا عوضك خيرا منه، إما في الدنيا ولا في الآخرة، وما ضاع حقك، لأن الله سبحانه وتعالى ما يضيع عنده شيء سبحانه وتعالى. أنا ما أستغني عن تعليقاتكم الجميلة وتدبيجاتكم الرائعة لهذه القصص المميزة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.